بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. علشان نحافظ على السيراميك والبورسلين واحنا شغالين في بند النقاشة، قبل ما نبدأ نشتغل في النقاشة بننضف السيراميك والبورسلين كويس جدا، وبعد كده بنغطيه بطبقة من الكرتون. هوريكم في الفيديو ده شكل الكرتون اللي بنغطي بيه السيراميك والبورسلين بيكون عامل ازاي، وسعره بيكون كام، ونقدر نجيبه منين، وازاي اصلا نفرده على الارضيات بتاعتنا. ده الكرتون اللي بنفرده على السيراميك والبورسلين قبل ما نبدأ في مرحلة النقاشة. الكرتون ده بيجي على شكل لفات زي اللفة اللي انتوا شايفينها دي، ويا إما بيتباع باللفة يا إما بيتباع بالكيلو. اللفة دي وزنها حوالي 21 كيلو، وسعر الكيلو 5 جنيه. طيب اللفة دي يعني أنا عندي شقة 100 متر هجيب كام لفة؟ عندي شقة 200 متر هجيب كام لفة؟ الكيلو من اللفة دي بيفرد حوالي 2 متر ونص. يعني كل كيلو من لفة الكرتون بيفرد 2 متر ونص مربع. وسعر الكيلو زي ما قلت تقريبا 5 جنيه أو متوسط 5 جنيه، طبعا بيزيد أو يقل على حسب الموانع أو المنطقة اللي هنجيب منها. قبل ما بنفرد الكرتون على الأرض بنبدأ ننظف الشقة كويس جدا من أي بواقي سيراميك فيها أو كسر سيراميك أو أي شكاير أسمنت أو كيراتين سيراميك أو بواقي رمل أو أسمنت. وبعد كده بننظف الشقة كويس جدا بالمكنسة أو بالمقشة علشان لما نيجي نفرد الكرتون على الأرض يكون تحت الكرتون الأرض نظيفة. بعد كده بنفرد الكرتون على الأرضية بتاعتنا. بنبدأ نفرد لفة الكرتون زي ما الراجل المحترم ده شغال على السيراميك، ونقطعها بمقاسات السيراميك بتاعنا أو على قد مقاسات الغرف بتاعتنا، ونفردها على الأرض بالشكل اللي انتوا شايفينه في الفيديو ده. وبعد ما نفرد الكرتون على الأرض بنبدأ نلزقه في بعضه باللزق أو بالتيب الأصفر اللي انتوا شايفينه ده، علشان نضمن ان الكرتون هيثبت في مكانه وما هيتحركش أو هيفك من بعضه. زي ما الراجل المحترم ده شغال بنيجي على كل فاصل بين الكرتون ونلزقه بالتيب أو باللزق الأصفر اللي انتوا شايفينه ده. عرض اللزق ده بيكون 5 سنتي، وبيتجاب من عند اي موان. واحنا بنجيب الكرتون بنجيب اللزق اللي هنلزق بيه الكرتون من عند نفس الموان. وبنعمل كده في الشقة كلها بحيث ان احنا قبل ما نبدأ في مرحلة النقاشة نكون غطينا او حمينا الارضيات بتاعتنا كلها، سواء كانت سيراميك او بورسلين او رخام او جرانيت او باركيه.